كان عندنا مريض عامل 3 عمليات من دول في عملية واحدة. النهارده بنتكلم على عمليات القلب المفتوح. عايزين نوضح بس نقطة، ان عمليات القلب المفتوح هي مش عملية واحدة، لان في مرضى كتير بتجيلي اول ما بسألهم انت عملت عملية ايه، فبيقول لي مثلا انا عملت عملية قلب مفتوح. تمام؟ فعملية القلب المفتوح بس عايزين نوضح ان مش عملية واحدة، هي مجموعة عمليات، فلازم نبقى فاهمين ايه هي علشان كل مريض يبقى فاهم ايه العملية بتاعته، عشان ده بيفرق جدا في المتابعة فيما بعد. عمليات القلب المفتوح تندرج تحتها حاجات كتير، زي عمليات تغيير او اصلاح الصمامات، عمليات توصيل الشرايين التاجية، عمليات اصلاح العيوب الخلقية بالقلب، عمليات تغيير او اصلاح الشريان الاورطي، عمليات الاورام بالقلب زي الاورام الجيلاتينيه. كل عمليه من دول اسمها عمليه قلب مفتوح. في بقى طبعا بعض المرضى بيعملوا عمليه او اكتر من العمليات دي. كان عندنا مريض عامل 3 عمليات من دول في عمليه واحده، كان عمليه شرايين تاجيه زائد تغيير صمام زائد تغيير الشريان الاورطي.